أساس صحة الكلب يبدأ هنا. هل عندك جرو صغير في البيت من عمر شهر إلى 6 أشهر؟ هنا تبدأ أهم مرحلة في حياة الكلب، مرحلة النمو والتأسيس. والسؤال الأكبر، وش يقدم له وكيف أغذيه صح؟ خلونا نشرح كل شيء في دقيقتين. من عمر 4 إلى 8 أسابيع، شهر إلى شهرين، في هذه المرحلة الجرو يبكي يكون مفطوم تدريجيا عن حليب أمه. الأفضل هو تقديم أكل جاف مخصص للجراء، بابي كيبل، لكن منقوع بماء دافئ أو مرق دجاج خفيف عشان يكون لين وسهل المضغ. وجباته 4 مرات يوميا بكميات صغيرة. لا تعطيه أكل بيت أو حليب البقر لأنه صعب الهضم وقد يسبب إسهال. من عمر 2 إلى 4 أشهر يبدأ الجرو يعتاد على المضغ والهضم بشكل أفضل. استمر على طعام الجراء لكن بدون نقع. تقدر تضيف أحيانا صدر دجاج مسلوق ومفروم، رز أبيض مطبوخ، خضروات مطبوخة مثل الجزر أو البطاطا. عدد الوجبات 3 وجبات يوميا. مهم لا تضيف ملح أو بهارات. من عمر 4 إلى 6 أشهر الجرو يكبر وأسنان أقوى ومعدة أذكى. تقدر تبدأ في إدخال الطعام النيء رو دايت لو حاب، مثل لحم مفروم، نيئة، كبدة أو قلب دجاج، عظام نيئة ناعمة بحذر وتحت إشراف، أو استمر على دراي فود عالي الجودة مخصص للجراء مع إضافة مكملات الفيتامينات بإشراف بيطري. عدد الوجبات من 2 إلى 3 وجبات يوميا. نصائح ذهبية: تأكد من وجود ماء نقي دائما. راقب البراز. لو في إسهال راجع نوع الأكل. لا تغيري نوع الأكل فجأة، التغيير لازم يكون تدريجي. تابع الوزن والنشاط لأن التغذية تنعكس مباشرة على صحة العظام، الشعر والمناعة. الخلاصة، من عمر شهر إلى 6 أشهر غذاء الجرو هو سر صحته في المستقبل. اهتم به في البداية وراح يكبر قدامك بصحة وطاقة وسعادة. شارك الفيديو مع أصحاب الكلاب ولا تنسى اللايك لو استفدت.